من سنين طويلة مصر كانت تحت احتلال الهكسوس. ناس غريبة سيطروا على البلد، وأهل مصر كانوا شايفين مدنهم وحياتهم بتنهار قدامهم. وسط الفترة الصعبة دي ولد طفل صغير محدش كان يعرف إنه هيبقى سبب في تحرير مصر كلها. الطفل ده اسمه أحمس، وأمه الملكة إياه حتب. كانت ست قوية بمعنى الكلمة، هي اللي ربته وهي اللي غرست فيه إن بلده لازم ترجع حرة. كانت بتقوله أبوك مات وأخوك استشهد وإنت الباقي. لو مش إنت اللي هتكمل مين هيكمل؟ وأحمس كبر على الكلام ده، كبر على فكرة إنه مش مجرد أمير، ده آخر أمل في إنه يرجع مصر لأهلها. لما وصل سن الرجولة قرر إنه يبدأ المشوار اللي هيغير التاريخ. إزاي أحمس جمع الجيش، وإزاي واجه الهكسوس اللي كانوا مسيطرين بجيش أقوى وسلاح أحدث، ده اللي هنكمله في الجزء اللي جاي. لو متحمسين للسلسلة قولولي.